اللي دايرين ريجيم معليش ديروها غير اليوم وغدوه رجعوا الريجيم تاعكم، رواحوا نديروا هذا الكيك المشرب بلاصوص تاع الشوكولا هذه. على بالي عندنا بزاف ما درناش حاجه خفيفه كيما هذه. ديروها قهوه العصر اقتصاديه وما تديلكمش كامل الوقت، سهله مهله وبنتها كي العاده له بال تاع الحاجه الاولى نديروها في غيسيبيون. درت 3 حبات تاع البيض مع كاس تاع السكر العادي، مغرف صغيره تاع لافاني، ودرت معاهم شويه تاع لافاني ليكيد، وما تنساوش معاهم قرصه تاع الملح. انا طلعتهم ملح بالباتور بهذه الطريقه حتى وني يضاعف الخليط تاعنا هكذا. نروح نجيب نص كاس تاع الزيت بنفس الكاس اللي درنا به السكر، الكاس تاعي يحمل 250 ملل. درت هذاك النص كاس تاع الزيت خلطته مليح، ونجي ندير كاس ونص تاع الفارينه بنفس الكاس اللي درنا به كيف، ودرت معاهم باكي ونص تاع خميره الحلوى ونص كاس تاع الكاكاو البني، ونكمل نخلط كلش بهذه الطريقه. شوفوا الخليط شحال يكون ثقيل، ونروح نجيب كاس تاع الماء لازم يكون سخون، نضيفوا الخليط بهذه الطريقه ونكمل نخلط كلش بالفوي. هنا نروح نجيب البلاطو تاعي اللي حندير فيه الخليط، ندهنه بشويه تاع الزيت، نحط فيه الخليط بهذه الطريقه، نسي نمشيه الكامل لي كوتي، ندخلو على فرن مسخن من قبل على 180 درجه حتى وين يطيب وينشف. خلوه يدفى شويه باش نجي نشربوه بكاس تاع قهوه سريعه الذوبان يكون ذوبتها في الماء، ولا تحبوا تشربوه بكاس تاع الحليب. هنايا نروح نخدم لاصوص تاعي اللي تجي من الفوق. في كاسرونه درت كاس ونص تاع الحليب، ندير معاهم 2 مغارف كبار تاع السكر، تقدروا تروحوا حتى 3. درت هنايا 3 مغارف كبار تاع الكاكاو ما يكونوش معمرين مليح، مغرف كبيره تاع الفارينه، نخلط كلش بالفوي، ونجي ندير نص مغرف كبيره تاع الزبده ونحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين تعقد لي بهذه الطريقه. اذا شفتوها عقدت بزاف خففوها بشويه تاع الحليب وهي سخونه، نجي ندير لها لي بيستول اولي تاع باتيسي اللي دائما نستخدمهم اللي حيطونا بالنبزه هايله وزيد يذوبوا تمتم. درت منهم حوالي 100 غرام، ونجيب هذيك لاصوص ونجي نديرها فوق الكيك تاعي بهذه الطريقه. وهنايا بالنسبه للديكور خديت مورسو من لاباتا غلاسي تاع باتيسي اولي اللي جيت سكرفشتها بهذه الطريقه، حطينا شكل بزاف شباب. خلوها تبرد شويه في الفريجيدير وتقدموها وبصحتكم.